اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. طبعا الاجواء الشتويه حلوه جدا جدا في اسكندريه في الفتره دي، في اعياد راس السنه. النهارده 3/1. الجو حلو جدا، الدنيا بتشتي اي نعم، بس الجو رائع هتشوفوه معايا دلوقتي. بس ما تنساش تشترك في القناه لو حضرتك اول مره تشوفنا. لو حضرتك موجود معانا ما تنساش تدعمنا بلايك. يلا بينا مع بعض دلوقتي نشوف الطقس ونشوف البحر عامل ازاي. احنا دلوقتي هنبدأ جولتنا من العصافرة او شواطئ العصافرة والمندرة. دي شواطئ العصافرة المميزة دي، البحر جميل جدا 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 والاجواء رائعة بجد. اي حد عايز ينزل يستمتع في الويك اند اللي جاي ينزل ما يترددش. اسكندرية جميلة، الجو جميل، القعدة حلوة جدا. هناخد جولة دلوقتي بالعربية على طول الكورنيش لغاية شواطئ سيدي بشر. هنشوف ناس كتيرة ماشية على الكورنيش بتمارس الرياضة بتاعتها، وكمان ناس عادي بتتمشى بتستمتع بجو اسكندرية في الشتاء. قلت انزل اصور لكم علشان تشوفوا الاجواء الحلوة ديت، وكمان ناس مغتربين في كل البلاد العربية وكمان البلاد الأوروبية بتحب تتفرج على بلدهم اسكندرية. فاحنا بنسهل لكم وبننزل نصور لكم، بس ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك. طبعا دي كلها شواطئ العصافرة المميزة. داخلين دلوقتي على شواطئ البروفاج. طبعا شواطئ البروفاج وحشتنا بقالها آه، يعني سنة ونص بالظبط. مكان فيها شغل، دلوقتي خلاص الحمد لله خلصت وهتبدأ تشتغل معانا في سيزون 2023. احنا دلوقتي قدام الممشى السياحي اللي في قلب البحر وشاطئ البروفاج اللي قدام شارع 45. دي الأنفاق كلها اللي بتقدم من 45 بتطلع على شاطئ البروفاج على طول وعلى الممشى السياحي. طبعا صورت لحضراتكم فيديوهات كتيرة جدا عن النفق وعن كوبري 45 والممشى السياحي اللي هو بيشبه بالظبط كوبري ستانلي من حيث الطراز. الأجواء حلوة جدا، هتستمتعوا بجد. تعالوا في الويك اند، في الأجازة، خميس وجمعة وسبت وحد اللي جايين هتستمتعوا جدا بالجو. على فكرة الجو مش برد، لا الجو حلو بالرغم من الشتاء، بس الجو جميل جدا في اسكندرية. دي شاطئ ميامي العين اللي قدام شارع اسكندر ابراهيم. داخلين دلوقتي على خالد ابن الوليد. طبعا الشواطئ اللي قدام خالد بن الوليد اسمها شواطئ فريسكا، هي 4 بوابات. دي اول بوابة منهم. طبعا دي جزيرة ميامي، طبعا من اشهر الاماكن اللي موجودة في اسكندرية. كلها شواطئ فريسكا المميزة. الكافيهات والقعدات كلها بتكون حلوة جدا على البحر. طبعا انتوا شايفين الناس متواجدة عادي، الدنيا بتشتي والناس عادي ماشية وبتتمشى عادي على كورنيش اسكندرية. دي كلها تقريبا ده نادي هيتعمل في على الكورنيش، جنبيه على طول بير مسعود. طبعا حضراتكم شايفين من بعيد في ناس كتيرة جدا قاعدة على صخور بير مسعود. في ناس كتيرة برضو بتحب تنزل تصطاد في المكان ده. احنا داخلين دلوقتي على شواطئ ميرامار وشواطئ ادوار الخراط وشواطئ
الفنار. دي كلها شواطئ خاصة بسيدي بشر. ما تنسوش تدعموني لو أول مرة تشوفوني على القناة بالاشتراك. انتظروني في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية الجميلة في الشتاء وكمان في الصيف.